السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب أولى إعدادي، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده حبايب قلبي هنشرح الدرس الثالث من الوحدة الأولى اللي هو نهر النيل والحضارات القديمة في أفريقيا. النهارده حبايب قلبي هنعرف دور نهر النيل في قيام الحضارات في القارة الأفريقية. هل نهر النيل ساعد في قيام الحضارة المصرية؟ هل نهر النيل كان ليه دور مهم جدا في قيام الحضارات على العموم؟ هنشوف الكلام ده أصدقائي مع بعض. سمي الله كده حبيب قلبي ونشوف ثالث درس معانا اللي هنختم بيه الوحدة الثالثة، هو نهر النيل والحضارات القديمة في الماما أفريقيا. يلا حبيب قلبي نشوف نهر النيل والحضارات القديمة في أفريقيا. بس قبل ما أقول لك على نهر النيل وقبل ما أقول لك على الحضارات اللي قام بيها نهر النيل، لازم أتكلم على مصطلح مهم جدا عندي في المنهج، وهو اسمه الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر. طب يا زوز، هو يعني إيه أصلا الاقتصاد الأخضر؟ بيقول لي هو اقتصاد صديق للبيئة، يعني فريندلي للبيئة، يعني ما بيلوثش البيئة. يبقى تاني، الاقتصاد الأخضر يعني ايه؟ هو الاقتصاد الصديق للبيئة الذي يستهدف تحقيق نمو مستدام مع الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة. أنا مش فاهم أي حاجة. أديك مثال بسيط جدا نفهم بيه المصطلح ده. دلوقتي أنا كدولة مصر بتطلع نحو الاقتصاد الأخضر وابقى راجل بحافظ على البيئة بتاعتي وما بلوثش البيئة بتاعتي. هروح أعمل محطة كهرباء ولا أروح أعمل محطة للطاقة الشمسية؟ زوز، لا، هروح أعمل محطة للطاقة الشمسية. ليه؟ لأن الطاقة الشمسية هتوفر لي حاجات كتير جدا وفي نفس الوقت صديقة للبيئة، مش هتلوثها، لكن محطة الكهرباء هتلوث البيئة. وصلت هنا الفكرة اللي أنا بكلمك عليها؟ يبقى كلمة الاقتصاد الأخضر أنت بتسعى بتعمل حاجات كتير جدا، اقتصاديات كبيرة جدا، بس في نفس الوقت لابد أنك تحافظ على إيه؟ البيئة. يبقى الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الصديق للبيئة الذي يستهدف تحقيق نمو مستدام، يبقى حاجة مستديمة معانا، مع الحفاظ، ده شرط، لا، مع الإيه؟ الحفاظ على البيئة وتحقيق العداله الاجتماعيه والحد من الفقر. انت بتعمل مشاريع الناس تشتغل بيها، فانت كده بتقضي على الفقر والبطاله في نفس الوقت. الناس اللي مش شغاله بتروح تشتغل في المشاريع دي. ده اسمه اقتصاد ايه يا صديقي؟ الاقتصاد الاخضر. صلي بينا على الرسول يا حبيب قلبي. بيقول لي ينبع نهر النيل من وسط وشرق قاره افريقيا. جميل الكلام ده يا عم زياد، انت كنت قايل لي في الدرس اللي فات ان انا عندي نهر النيل بينبع منين؟ من هضبه الحبشه وهضبه البحيرات الاستوائيه. طب القصد هنا ايه؟ ينبع نهر النيل من وسط افريقيا. طب الوسط هنا قصده ايه؟ قصده البحيرات الاستوائيه. وشرق قاره افريقيا قصده هنا ايه؟ اللي هضبه الحبشه. صح ولا لا يا اخواتي؟ يبقى انا كده ينبع نهر النيل من وسط وشرق قاره افريقيا، قصده هنا في الوسط البحيرات الاستوائيه وفي الشرق هضبه ايه؟ الحبشه. طب يا زوز، هو نهر النيل بيروح فين كمان؟ قال لي خلاص بقى يا صاحبي، هو نهر النيل بيروح ناحيه الشمال لغايه ما يصب في المصب بتاعه اللي هو البحر المتوسط. برافو عليك. يبقى يتجه شمالا حتى يصل الى مصبه في البحر ايه؟ المتوسط بمصر. يبقى حلو الكلام ده يا اخواتي. يبقى دلوقتي يا مستر ينبع نهر النيل من وسط وشرق القاره الافريقيه. هو قصده ايه بالوسط؟ البحيرات الاستوائيه. طب قصده ايه بالشرق؟ هضبه الحبشه، لغايه ما يصب ناحيه الشمال في المصب بتاعه اللي موجود في مصر اللي هو البحر ايه؟ المتوسط. اوعى تنسى تصلي على النبي. يلا يا اخواتي. بيقول لي يا مستر الزوز يطلق على المساحه التي يجري بها نهر النيل وروافده بمصطلح اسمه حوض نهر النيل. حوض نهر النيل. يعني ايه الكلام ده يا صاحبي؟ اي مكان بيعدي فيه ميه النيل يبقى ده تحت مسمى حوض نهر النيل. حوض نهر ايه؟ النيل. والذي بيشغل نحو 10% من مساحه قاره افريقيا. يبقى حوض نهر النيل ده يا مستر هي عباره عن مكان بيمشي فيه نهر النيل. وات ايفر، هو نهر النيل ده لسه هتكلم على الحته دي قدام شويه، بس هقولها لك دلوقتي جزء منها. هو نهر النيل ده بيمر في مصر بس؟ قال لي لا، ده بيمر في 11 دوله. يبقى ال 11 دوله دول اسمهم دول حوض النهر. يبقى الدول دي بيعدي فيها نهر النيل، يبقى اذا الدول دول بسميهم دول حوض ايه؟ النهر. طب بيشكلوا قد ايه من القاره الافريقيه؟ بيشكلوا 10 ايه يا اخواتي؟ في المية. تعال نشوف الكلام اللي بعده يا حبايب قلبي. صلي بينا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعال يا حبيب قلبي نشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي يا اخويا. بيقول لي يا عم الزوز ما المقصود بالنهر الدولي؟ ايه يا مستر ده؟ هو نهر النيل نهر دولي؟ قال لي ما انا لسه قايل لك ان نهر النيل بيمر في دول كتير جدا، 11 دوله. طب وات ذا مينينج اوف النهر الدولي؟ او ما المقصود بالنهر الدولي يا حبيب اخوك؟ النهر الذي يمتد مجراه وروافده في اكثر من دوله. اذا
نهر النيل نهر دولي. ليه؟ لانه بيمر ب 11 دوله. فهمت يا صديقي؟ يبقى صلي بينا على الرسول، اوعى تنسى تتابعنا على قناه مستر الزوز دلوقتي حالا وانت بتتفرج. يلا. يبقى ما المقصود بالنهر الدولي؟ هو النهر الذي يمتد مجراه وروافده في اكثر من دوله. اوعى تنسى يا صديقي تصلي على النبي. حلو الكلام. يجي يقول لي السؤال ده، بيقول لي يا عم زياد فكر كده معايا، يعد نهر النيل نهر دولي، جيف ريزون، بما تفسر، بسبب ايه؟ بكل بساطه لان نهر النيل بيمر ب 11 دوله. سهله جدا. يبقى يا مستر بسبب امتداد مجراه وروافده داخل اراضي 11 دوله. 11 ايه؟ دوله، اللي هي دول حوض النهر. ايه هي الدول دي يا مستر؟ مصر والسودان وجنوب السودان. مصر والسودان وجنوب السودان. اثيوبيا، اريتريا، كونغو ديمقراطية. مصر والسودان وجنوب السودان. مصر والسودان وجنوب السودان. اثيوبيا، اريتريا، كونغو ديمقراطية. مصر والسودان وجنوب السودان. اثيوبيا، اريتريا، الكونغو الديمقراطية. طب في دول تانية؟ قال لي ما انا عندي 11. عندي اوغندا، رواندا، بروندي. اوغندا، رواندا، بروندي. اوغندا، رواندا، بروندي. كينيا، تنزانيا. اوغندا، رواندا، بروندي. كينيا، تنزانيا. تاني، ايه هي دول حوض نهر النيل؟ مصر والسودان وجنوب السودان. اريتريا، اثيوبيا، الكونغو الديمقراطيه. اريتريا، اثيوبيا، كونغو الديمقراطيه. اوغندا، رواندا، بيروندي، كينيا، تنزانيا. يبقى دي 11 دوله فيها نهر ايه؟ النيل. كله يركز كده معايا. بيقول لي يا عم زياد شكلت دول حوض النيل عام 1983 تجمع. الله، ايه ده؟ يعني دول حوض النهر اللي هي ال 11 دوله دول قعدوا مع بعضهم قعدة عرب كده يا رجاله، وعملوا كوبايه الشاي وقعدوا على الارض كده وقعدوا يفكروا. ايه رايكم يا رجالتنا؟ ما تيجي نعمل مع بعض تجمع. مصر هي اللي اقترحت الفكره دي. مصر اللي قالت لهم بقول لكم يا رجاله ما تيجي كده نشوف كده حاجه كده مصلحه كده نعملها انا وانتوا ونظبط بيها الدنيا ونحافظ على الحاجات بتاعتنا والميه بتاعتنا. قالوا يا مصر. مصر ردت عليهم قالت لهم نعمل تجمع اسمه تجمع الاندوجو. تجمع اسمه ايه؟ الاندوجو. تجمع اسمه ايه؟ الاندوجو. تجمع اسمه ايه؟ الاندوجو. حلو الكلام. يبقى شكلت دول حوض النهر يا مستر تجمع. عرف اسم تجمع ايه؟ الاندوجو. ايه يا مستر كلمه الاندوجو ده؟ صديقي كلمه الاندوجو يا صديقي يعني معناها الاخوه، احنا اخوات بس باللغه السواحليه. حلو الكلام يا رجاله. معناها ايه؟ ان احنا اخوات بس باللغه ايه؟ السواحليه. يبقى مصر اقترحت على دول حوض النهر ان هم يعملوا تجمع اسمه تجمع الاندوجو. تجمع اسمه تجمع ايه؟ الاندوجو. معناه يا عم زياد؟ معناه الاخوه او الاخوات بس يبقى لغه باللغه السواحليه. وكانت مصر صاحبه فكره انشاء هذا التجمع. اهداف تجمع الاندوجو يا عم الزوز. بيقول لك صديقي اهداف تجمع الاندوجو ايه هو؟ قال لي التشاور والتنسيق والتعاون. يبقى في 3 افعال نحفظهم في اهداف تجمع الاندوجو: التشاور والتنسيق والتعاون. التشاور والتنسيق والتعاون. يبقى التشاور والتنسيق والتعاون. تاني، التشاور والتنسيق والتعاون. التشاور والتنسيق والتعاون. يشاوروا ايه وينسقوا ايه ويتعاونوا ايه؟ يتعاونوا ما بين بعضهم دول حوض النهر. يبقى يا مستر يجي يقول لي وضح ما هي أهداف تجمع الأندوجو؟ التشاور والتنسيق والتعاون مع مين؟ بين دول حوض النهر. سهلة صح كده؟ طيب إيه تاني؟ والحفاظ على المصالح المشتركة فيما بين دول حوض النهر. هنحافظ على مصالحنا المشتركة. يبقى يجي يقول لي يا صاحبي في الامتحان ركز معايا يا حبيب أخوك قلب الزوز من جوه. يجي يقول لي يا عم الزوز وضح أهداف تجمع الأندوجو. هقول له إيه؟ التشاور، التنسيق، التعاون ما بيننا وما بين دول حوض النهر. تاني حاجة ايه؟ الحفاظ على المصالح المشتركة. في مشكلة؟ سهلة جدا. طيب يا اخواتي تعالى كده نشوف منابع نهر النيل. مين الجميل القمر ده عالم اسمه جمال حمدان. ده راجل مؤرخ وراجل جغرافي قد الدنيا، بيتكلم على نهر النيل وبيتكلم على موقع مصر على العموم. دلوقتي يا عم الزوز بيقول لي اشار العالم جمال حمدان ان نهر النيل ثنائي المنبع. طب ما احنا عارفين يا عم الكلام ده، انت ما ضفتليش حاجه، ما انا عارف من الدرس اللي فات ان نهر النيل ثنائي المنبع، صح ولا لا؟ طيب وهذا سبب استدامته وهذا سبب وجوده لغايه دلوقتي ووصوله الى مصر
وايه هم المنبعين؟ تعال نشوف يا صديقي. انا عندي برضو خدت الكلام ده في الدرس اللي فات، اللي هي المنابع الدائمه والمنابع الموسميه. المنابع الدائمه في البحيرات الاستوائيه، والمنابع الموسميه في هضبه الحبشه. برافو عليك. تعال نشوف اول حاجه المنابع الدائمه. بيقول يا صديقي المنابع الدائمه تقع في هضبه البحيرات الاستوائيه. كلام مش جديد وواخده الدرس اللي فات. اهم بحيره موجوده في هضبه البحيرات الاستوائيه دي هي ايه يا عم زياد؟ هي بحيره تسمى بحيره فيكتوريا. بحيره ايه؟ فيكتوريا. يبقى اهم البحيرات بحيره ايه يا شباب؟ فيكتوريا. يبقى اهم البحيرات بحيره ايه؟ فيكتوريا. تاني حاجه تاني. طب هي بحيره فيكتوريا دي بتتملي منين اصلا؟ اصلها ايه من الاساس؟ بتتملي لوحدها؟ قال لي لا، عندي نهر اسمه نهر كاجيرا. اسمه نهر ايه؟ كاجيرا. هو يا رجاله اهم الروافد نهر كاجيرا. نهر كاجيرا ده بيعمل ايه يا حبايب قلبي؟ نهر كاجيرا ده بيروح يملى بحيره فيكتوريا، ففيكتوريا تطلع على نهر ايه؟ النيل، فنهر النيل يتملي. في مشكله؟ يبقى تاني المنابع الدائمه تقع في هضبه البحيرات ايه؟ الاستوائيه. اهم البحيرات اللي موجوده هي بحيره فيكتوريا. بحيره ايه؟ فيكتوريا. طيب بحيره فيكتوريا دي بتتملي منين يا عم زياد؟ قال لي كاجيرا. نهر كاجيرا اسمه نهر اسمه كاجيرا. اسمه ايه؟ كاجيرا. بيملى بيصب فين؟ بحيره فيكتوريا. طب من انهي جهه؟ قال لي من جهه الغرب. قال لي من جهه ايه يا شباب؟ الغرب. في مشكله؟ مفيش مشاكل. نخش على المنابع الموسميه. يعني موسم موسم لا. بتمثل في ايه؟ برافو عليك، في هضبه الحبشه. تقع في هضبه الحبشه. اهم الروافد للنهر بقى يا عم الزوز، قال لي السوباط والنيل الازرق وعطبره. السوباط الازرق عطبره. حلو الكلام يا عم زياد. يبقى تقع في هضبه الحبشه اهم الروافد. ايه هي اهم الروافد دي يا عم الزوز؟ نهر السوباط والنيل الازرق ونهر ايه؟ عطبره. سهله جدا. يبقى تاني المنابع الدائمه بحيرات استوائيه. عندي بحيره فيكتوريا بتتملي من كاجيرا. حلو الكلام. طب المنابع الموسميه للحبشه اهم الروافد اللي موجوده 3: النيل الازرق وعطبره وايه؟ والسوباط. برافو عليك، شاطر امور. نخش على اللي بعده. تعال نشوف الكلام ده على الخريطه دلوقتي. بصوا يا حبايب قلبي، ده طبعا نهر النيل العظيم اللي احنا عارفينه، وده جنوب مصر عند السد العالي. حلو الكلام يا رجاله. طيب يا عم زياد، فين النيل الازرق؟ كل ده كده يا حبيب قلبي النيل الازرق. كل ده النيل ايه؟ الازرق. فين نهر عطبره؟ ادي نهر عطبره اهو يا عم الزوز. نهر عطبره اهو. فين نهر السوباط؟ ادي نهر السوباط اهو. حلو الكلام يا رجاله. يبقى دي كده الانهار اللي هي الروافد هضبه ايه؟ الحبشه. جميل الكلام ده يا عم زياد. تعالى كده نشوف يا صديقي. لا ده بيكتب برضو. بيقول لي الملحوظه دي انا كده كده كنت قايلها لك دلوقتي يعني، بس هعيدها لك تاني عشان اذكرها في ملحوظه. بيقول لي المنابع الدائمه تقع في هضبه البحيرات الاستوائيه. خلاص خلصناها وعارفينها اصلا. تضم عدد من البحيرات والانهار اهمها بحيره فيكتوريا. خدوا بالكم بقى، دي تاني اكبر بحيره عذبه في العالم. حلو الكلام. يبقى بحيره فيكتوريا هي ثاني اكبر البحيرات الطبيعيه العذبه ايه؟ في العالم. بيقول لي نهر كاجيرا، المعلومه دي قلتها على فكره بس هقولها تاني. نهر كاجيرا يعد من اهم مصادر ميه بحيره فيكتوريا. ما انا طبيعي، ما انا عرفت يا عم، انت قايل لي ان نهر كاجيرا ده بيدي لايه؟ لبحيره فيكتوريا، او بيصب فيها من جهه الغرب، صح ولا لا؟ والذي يصب فيها من جهه ايه؟ الغرب. في مشكله يا صديقي؟ على ما اعتقد الدنيا ديسباسيتو على الاخر، يعني الدنيا سهله جدا. حلو الكلام. شوف كده حبيب قلبي مع بعض. بيقول لي يا صديقي بقى ركز كده معاه وفوق. تتدفق مياهها طوال العام. قصده ان هضبه البحيرات الاستوائيه مياهها تتدفق طوال العام. ما هو طبيعي يا عم، هي اصلا دائمه، فاكيد هتبقى طوال العام بسبب سقوط الامطار الغزيره الدائمه. وبالرغم من ذلك فانه لا يصل من مياهها سوى كميات قليله الى مصر. ايه ده، انت هتجنني؟ هتشغل لي الجنونه ولا ايه يا عم؟ ازاي منبع دائم وازاي بتدي لمصر على طول، وازاي تيجي تقول لي دلوقتي بالرغم من كتر الميه اللي فيها دي والدوام اللي فيها ده كله، بس ما بتوصلش غير كميه قليله لمصر؟ او انت هتستعبطني؟ اقول لك لا افهمني بس، انا مش بستعبطك، بس في معلومه كده عايز اقولها لك دلوقتي هتفهمك الدنيا دي. ليه يا عم زياد بتقول لي ما بيوصلش غير كميات قليله منها لمصر؟ اقول لك يا صديقي ما في حاجه اسمها بخر. عم بخ؟ اقول لك لا مش عم بخ، لا، هي حاجه الميه فيها بتتبخر، فلما الميه بتبقى فيها وبيحصل لها عمليه تبخر بيوصل منها كميه صغيره. ده كمان في حبه ميه بيقعوا في المستنقعات، ففي فقد في الميه بيحصل، فبالتالي مش كل الميه بتوصل لايه؟ لمصر. برافو عليك. يبقى لا يصل مياه سوى كميات قليله الى مصر، قول له بسبب المستنقعات وزياده ايه؟ البخر اللي هو التبخر. في مشكله؟
الدنيا جامده، الدنيا سهله، الدنيا جميله، الدنيا حلوه، الدنيا قمر، صح ولا لا؟ كله بقى ركز معايا. تعال نشوف يا صديقي المنابع الموسميه. يا صديقي انت عمال تهري كتير في الكلام ده ليه؟ ما هو درس والله يا صديقي موجود معاك ولازم اشرحه لك. انا عارف ان في بعض المعلومات قايلها لك في الدرس اللي فات، بس ده بيأكد علينا المعلومات وبيضيف حاجات بتوسع اكبر. دلوقتي تقع هضبه الحبشه، دي من ضمن المنابع الموسميه، صح ولا لا؟ برافو. تتميز بايه بقى هضبه الحبشه يا معلم؟ قال لي تتميز سقوط الامطار غزيره، بس خد بالك هضبه الحبشه موسميه مش على طول دائمه زي البحيرات الاستوائيه. يبقى تتميز بسقوط الامطار الموسميه الغزيره التي تسقط في فصل ايه؟ الصيف. تسقط في فصل ايه يا رجاله؟ فصل الصيف. طب تتضمن ايه بقى؟ تتضمن مجموعه من الروافد اللي هو الرافد بتاعها، زي ايه؟ نهر السوباط. خد بالك بقى نهر السوباط ده في حته خبيثه قوي. نهر السوباط بيبقى ضعيف، بس نهر السوباط بيلتقي ببحر الجبل، بحر اسمه بحر الجبل. ده كده مفيش اي حاجه هنا كده. نشوف الورق ده كده. لا نشوف الريموت. ده ريموت التكييف، مش عارف ده ريموت ايه بس قشطه. تمام. بص ده ريموت التكييف. نفترض ان ده نهر السوباط وده بحر الجبل. الريموت الصغير اللي في ايده ده بحر الجبل. فبحر الجبل، بحر الجبل عامل كده في نهر السوباط. فبحر الجبل بيدي قوه لنهر السوباط، فبيخلي الميه فيه تزيد. تمام. يبقى بحر الجبل لما بيلتقي بالسوباط بيدي السوباط ايه؟ قوه. حلو الكلام يا رجاله. تعال نشوف بقى. بيقول لي اهمها نهر السوباط الذي يلتقي ببحر الجبل ويمد بمياه فيسترد النيل قوته. النيل بيسترد ايه؟ قوته. مين القوه الجامده قوي؟ ها برافو. اسمه ايه؟ بحر الجبل. بحر ايه؟ الجبل. في مشكله؟ طيب جميل. حلو. صلى على الرسول. اوعى تنسى تترحم على والدتي حبيبه قلبي بالرحمه والمغفره. نشوف يا رجاله برضو من ضمن الروافد دي عندي نهر اسمه نهر عطبره والنيل الازرق. الاثنين بيمدوا نهر النيل بالميه. يبقى الاثنين دول متفقين في حاجه، ان هما الاثنين دول بيساعدوا نهر النيل ايه؟ بالميه، مما يساعد على الجريان باتجاه الشمال حتى المصب في البحر المتوسط. يبقى بيمدوه بميه وبيساعد نهر النيل انه يجري لغايه المصب بتاعه في البحر ايه؟ المتوسط من ناحيه الشمال. طيب يا عم الزوز، بيقول لي هل في اتفاقيات حصلت؟ قال لي اه. ايه هي الاتفاقيات الدوليه والاقليميه للميه الدوليه؟ ايه يا عم زياد الكلام المكلكع ده؟ يعني يا صديقي الناس قعدوا يعملوا اتفاقيات مع بعضهم. تعال اما نشوف يا صديقي. نظرا لمرور النهر الدولي، اصل النهر ده يا رجاله بيمر ب 11 دوله، فلازم في كلام كتير. هي مش بيمر في دوله واحده ودوله واحده مستوليه عليه، لا ده كذا دوله مسيطره عليه، فلازم نحافظ على ويبقى في اتفاقيات كتيره جدا ما بين الدول عشان كل واحد يستفاد من حصته في النهر، ما تبقى السداح مداح للكل، اللي عايز يدب يدب، صح ولا لا؟ يبقى نظرا لمرور النهر الدولي في اكثر من دوله تم وضع العديد من الاتفاقيات الدوليه والاقليميه لتنظيم عمليات استخدام ميه هذا النهر. لازم نشوف الاستخدام بتاعنا، مش كله عايز يستخدم في كله، لا انا ليا حصتي كمصر، ليا حصتي، اثيوبيا ليا حصتها، اريتريا ليا حصتها. تمام معايا؟ كل دوله من دول حوض النهر ليها حصتها في النهر، ما تبقى السداح مداح للكل، فلازم لو بنود واتفاقيات تنظم هذه ايه؟ الدول. ركز كده معايا بقى نشوف ايه هي الاتفاقيات. بص يا صديقي، بيقول لك حبيب قلبي الاتفاقيات الدوليه وضعت منظمه الامم المتحده اتفاقيه قانون تنظيم استخدام المجاري المائيه في الاغراض الغير ملاحيه. يعني حضرتك منظمه الامم المتحده هتعمل اتفاقيه عشان تنظم بيه استخدام ايه؟ الانهار بالغرض الغير ملاحي. وتاني حاجه هينظموا استخدام ميه الانهار وتنميتها، زي ما قلت لك كل دوله ليها الحصه المتاحه ليها الافيلبل ليها، فلازم ما تاخديش او ما تروحيش تسيطري على حصه دوله تانية في النهر. تحقيق الانتفاع الامثل والمستدام بها للاجيال الحاليه والمقبله، يعني احنا لازم نحافظ على ميه نهر النيل ده عشان تكفينا حاليا وتكفي الاجيال اللي جايه بعدنا، صح ولا لا يا صديقي؟ واداره ميه الانهار وحمايتها، لازم نحميها، لازم ندير ميه النهر ده كويس جدا وفي نفس الوقت نحميها يا رجاله. الاتفاقيات اللي حصلت بقى رجاله، وضعت دول حوض نهر النيل اتفاقيات تهدف الى تنظيم واداره وتنميه ميه نهر النيل. زي ايه بقى؟ عندي اتفاقيه تسمى اتفاقيه 1929. 1000 كام؟ 929. الاتفاقيه دي يا رجاله بتنص على ايه؟ نصت على التزام الدول المشتركه في دول حوض النهر ما ياخدوش اي قرار غير لما يرجعوا لمصر.
حلو، يبقى اتفاقيه 1929 دي كانت لصالح مصر. يعني انت كاي دوله مشتركه في حوض نهر النيل، حضرتك ما تعمليش اي قرار عايزه تعمليه غير لما ترجعي للبابا. مين هو البابا؟ اللي هو ايه؟ مصر. يبقى حيث نصت على التزام دول حوض النيل بعدم القيام باي مشروعات على نهر النيل بغير اتفاق مسبق مع مصر. حلو الكلام، لازم ترجعي للبابا الاول اللي هو مين؟ مصر. ايه تاني الاتفاقيه؟ قال لي اتفاقيه عام 2015 حيث اتفقت مصر واثيوبيا والسودان، 3 دول دول مصر واثيوبيا والسودان، على عده مبادئ، ومنها ان احنا نتعاون مع بعض وننمي بعض وعدم التسبب في ضرر الاستخدام المنصف والمناسب لمياه نهر النيل. يبقى مصر قعدة عرب مع اثيوبيا ومع السودان، قالت لهم احنا مش هنضر بعض، كل واحد هيستخدم حصته بشكل كويس جدا عشان احنا عايزين نحافظ على نهر النيل دوت. طبعا في كلام كتير جدا اثيوبيا اتخلت عنه ضد مصر، وانتوا عارفين موضوع سد النهضه، صح ولا لا؟ بس مش عايز اخش في تفاصيل كتير، بس انا بقول لك ان دي بنود واتفاقيات لازم تتعمل مع دول، لان مش هينفع اسيب الماء سداح مدح لاي حد، صح ولا لا؟ لازم كل دوله ليها حصتها في نهر النيل وليها حق الاستخدام في حصتها. معايا يا صديقي؟ ما ينفعش انا كدوله حوض نهر اعمل مشروع ليا واثر على دوله تانية، لا، ما هي الدوله التانية دي حقها في النهر زي ما انا ليا حق في النهر، فلازم احافظ عليه للناس كلها يا رجاله. اوكي؟ يبقى حق نهر النيل دوت للدول كلها، مش لمصر بس ولا اثيوبيا بس ولا اريتريا بس ولا السودان بس، ده في 11 دوله مشتركه معانا في نهر النيل، فلا بد من الحفاظ عليه واحترام الاتفاقيات اللي بتتعمل ما بين ايه؟ الدول. اوعى تنسى صديقي تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لك حبيب قلبي، تعال نشوف كده مع بعض يا اخويا دور مصر في تحقيق التنميه المستدامه لمائيه حوض النيل. تسعى مصر من زمان جدا الى تنميه واستثمار الموارد المائيه، يبقى مصر من زمان قوي وهي بتسعى على الموضوع ده. حلو الكلام، بشكل مستدام يحافظ على البيئه ومراعاه حقوق الاجيال القادمه، وذلك تحقيقها لمبادئ الاقتصاد الاخضر اللي انا كلمتك عليه في اول درس خالص. الاقتصاد الاخضر ان احنا نعمل مشاريع بس في نفس الوقت نحافظ على ايه؟ البيئه بتاعتنا. ركز كده معايا يا حبيب اخوك. تعال بقى نشوف هل مصر كان ليها دور في تحقيق التنميه المستدامه في دول حوض النهر؟ قال لي مصر يا رجاله ساهمت دول كتير جدا في مشاريع كتير جدا، لما تعلم ما نشوفها. بيقول لي دور مصر في تحقيق التنميه المستدامه لمائيه حوض النيل. قال لي يا صاحبي مصر انشات خزان سينار على النيل الازرق لصالح السودان. يبقى مصر راحت عملت خزان اسمه خزان ايه؟ سينار. عملته فين؟ على النيل الازرق لصالح مين؟ دوله مين؟ لصالح دوله السودان. هل عملت تاني مصر حاجه؟ قال لي انشأت سد اوين باوغندا. يبقى عملوا انشاء سد اوين باوغندا عشان تساعد دوله اوغندا. يبقى مصر ليها مساهمات قويه جدا يا رجاله اهو، من ضمنها خزان سينار لصالح السودان، ومن ضمنها انشاء سد ايه؟ اوين باوغندا. عملت كمان حاجه، قال لي ساهمت في مشاركه ايه يا مستر؟ خزان جبل الاولياء في السودان لتوليد الطاقه الكهرومائيه. تعال ما نشوف دفع تكاليف انشاء خزان جبل الاولياء في السودان لتوليد الطاقه الكهربائيه. دي حاجه تضيف لمصر كبيره جدا، يعني مصر بتضيف ليهم، ليها دور فعال جدا يا رجاله في القاره الافريقيه. مصر اهو، يعني مصر يا صاحبه الكلمه الاولى والاخيره زي ما قلت لك. عملت ايه كمان مصر؟ طهرت بحيره فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات، نظفتها من الحشائش والنباتات. حفر عشرات الابار في كينيا، انشاء مركز لبحوث المياه في تنزانيا. ايه ده؟ كل دي يا مستر حاجات عملتها مصر في افريقيا. فكده يا مستر مصر دورها فعال في افريقيا. يجي يقول لي دلل كان لمصر دور في تحقيق التنميه المستدامه، ارص له الكلام ده كله. عملت انشاء خزان سينار، تمام، على النيل الازرق لصالح السودان. راحت عملت سد اوين باوغندا. راحت دفعت تكاليف انشاء خزان جبل الاولياء في السودان لتوليد الطاقه الكهربائيه. طهرت بحيره فيكتوريا وكيوجا من النباتات والحشائش. عملت عشرات الابار في كينيا، انشاء مركز للبحوث ايه؟ في تنزانيا. تمام يا رجاله؟ طيب تعالوا كده نصلي على النبي كده يا اخواتي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ما المقصود بالاقتصاد الاخضر ده؟ انا شرحته وهشرحه تاني دلوقتي. الاقتصاد الاخضر يا رجاله هو الاقتصاد الصديق للبيئه الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة. هتشوف نفس المثال اللي اديتهولك. أنا كدولة هروح أعمل محطة طاقة كهربية ولا أعمل محطة للطاقة الشمسية؟ لا، هعمل محطة للطاقة الشمسية عشان أحافظ على البيئة وأشغل الناس وأحد من الفقر وإيه؟ والبطالة. تعال نشوف يا حبيب قلبي بقى الحضارات، هل لنهر النيل دور في قيام الحضارات ولا لا؟ بيقول لها صاحبي الحضارات القديمة في إفريقيا، وهب الله سبحانه وتعالى قارة إفريقيا
موقع متميز وثروات طبيعيه متعدده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سبحان الخالق وهب للقاره الافريقيه موارد كتيره جدا وثروات معدنيه كتيره جدا. حلو الكلام. بدهم ميه عذبه، نباتات طبيعيه، ثروه حيوانيه، معادن، مصادر طاقه. فطبعا كل دي عوامل مهمه جدا لقيام حضاره. فالمصري بدا او الانسان على العموم، مش المصري بس لانها هتكلم على الحضارات في افريقيا كلها، فالافريقي او الانسان منهم شاف العوامل دي كلها فبدا يشغل دماغه. لازم ان انا استخدم الحاجه اللي ربنا وهبها لي ديت عشان اعرف اعمل حضاره قويه جدا، صح ولا لا؟ ما انا الحضاره مش هينفع اعملها لوحدي، لازم عده عوامل. فالعوامل دي ربنا ادهاني، فانا مش محتاج ان اشغل دي واستخدم هذه العوامل واعمل ايه؟ حضاره كويسه جدا. طيب يا رجاله، واستطاع سكان القاره الافريقيه استثمار تلك الثروات الطبيعيه في انشاء حضارات عريقه منذ الاف السنين، خاصه على نهر النيل الذي ساعد في استقرار السكان على ضفافه، وكان هناك تواصل بين هذه الحضارات منذ القدم. حلو الكلام يا رجاله. يبقى نهر النيل كان من ضمن العوامل المهمه جدا في قيام الحضارات بجانب الثروات ومصادر الطاقه اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى يا رجاله دلوقتي انا بتكلم على العوامل اللي ربنا اداها لنا عشان نستخدمها في قيام حضارات. وما تنسوش اصلا ان نهر النيل هو العامل الاساسي والوحيد في قيام الحضاره المصريه القديمه، وهحكي لكم دلوقتي ليه. كله بقى يركز معايا. دي خريطة بتوضح الحضارات اللي أنا هدرسها في الدرس ده يا رجالة. قال لي الحضارة المصرية القديمة اللي هي في مصر، اللي هي موجودة في شمال شرق قارة إيه؟ أفريقيا. عندي حضارة أكسيوم في إيه؟ أريتريا وأثيوبيا، دي موجودة في شرق القارة، صح ولا لأ؟ عندي حضارة قرطاج اللي هي تونس، موجودة في شمال إيه؟ القارة. عندي حضارة كوش في السودان، موجودة إيه؟ في الغرب. معايا يا رجاله؟ يبقى دي الحضارات اللي انا هتكلم عليها النهارده يا عم زياد، وهي يا عم الزوز الحضاره المصريه القديمه اللي موجوده في مصر، حضاره اكسيوم في اريتريا واثيوبيا، حضاره قرطاج موجوده في تونس، حضاره كوش موجوده ايه؟ في السودان. صلي بينا على الرسول وترحم على والدتي حبيبه قلبي بالرحمه والمغفره. نشوف اول حضاره حبايب قلبي، وهي الحضاره المصريه القديمه. هنتكلم على المصري القديم يا رجاله. قبل الحضاره اصلا كان عايش ازاي؟ بيقول له يا صديقي المصري القديم الاول كان عايش فوق الهضاب. فوق الهضاب؟ قال لي في حد يعيش فوق الهضبه؟ قال لي المصري القديم كان عايش فوق الهضاب. طب كان بياكل وبيشرب منين؟ قال لي كان بيشرب من ميه المطر. حلو الكلام. طب كان بياكل منين يا عم زياد؟ كان بيصطاد الحيوانات وبيشوف النباتات بياكلها. يبقى هو اعتماده كله على ميه المطر وعلى الحيوانات اللي بيصطادها وعلى النباتات اللي موجوده. فبدأ مره واحده الميه تقل، الميه اللي كان بيعتمد في شربه ليها قلت، فبدأ يمشي من هضبه يروح لهضبه تانية، يروح الهضبه ياخد الميه يشربها تخلص، يروح الهضبه اللي بعدها، وهكذا 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 وهكذا. هوب، ايه اللي حصل مره واحده؟ الهضاب حصل لها جفاف. اوه ماي جاد يا زوز. يبقى الهضاب حصل لها ايه؟ جفاف. المصري القديم يسكت؟ لا، قال لك بدا يشغل دماغه، بدا يسيب ايه؟ الهضاب. بس خد بالك الهضاب هنا كانت حياه اسمها حياه التنقل والترحال، ما كانش فيه استقرار في الفتره دي، صح كده؟ فالمصري القديم فكس من موضوع الهضاب ده، راح نزل تحت. نزل ايه بقى؟ نزل تحت. لقى ايه تحت؟ قال لي لقى نهر ايه؟ لقى نهر ايه؟ لقى نهر النيل. يبقى لما نزل تحت يا عم زياد، لما نزل تحت يا عم الزوز، لقى ايه؟ لقى نهر النيل، صح كده؟ خلاص، هو كان عايش فوق الهضاب، كان عايش فوق ايه؟ الهضاب. خلاص الهضاب ما بقاش فيها ميه، فالمصري نزل ايه؟ ناحيه ايه؟ نهر النيل. نزل ناحيه نهر ايه؟ النيل، بقى متواجد حوالين نهر ايه؟ النيل، صح كده؟ فاكتشف ان هنا في ميه، صح ولا لا؟ اكتشف ان في ايه؟ ميه. ميه ايه؟ دي ميه عذبه. ميه يا رجاله عذبه، ميه فريش. وهنا حوالين نهر النيل في تربه، في ايه؟ في تربه زراعيه، تربه خصبه، تربه يا رجاله خصبه. فالمصري بدا ايه؟ يفكر، يقول لك اي ثينك، طب ما انا عندي ميه عذبه وعندي تربه خصبه، طب ما انا هعرف ايه؟ هعرف اعمل زراعه. هعرف اعمل ايه؟ زراعه. يبقى هنا بدا المصري القديم بيفكر بره الصندوق. هو ساب الهضاب اللي ما بقاش فيها ميه ونزل ناحيه الوادي، لقى نهر النيل، لقى التربه الخصبه، بدا يجيب بذور ويزرعها، وبدا يزرع وبدا ياكل. ومن هنا بدات الاستقرار، ومن هنا بدا كتاب الحضاره المصريه ايه؟ القديمه. انا عايز افهمك يا صديقي عشان الفهمان دايما كسبان. انا مش عايز اقول لك المعلومه وخلاص، انا عايز اجيب لك اساس المعلومه ايه اصلا. تمام يا رجاله؟ في مشكله؟ فهمتوا يا عم الزوز؟
فهمت ان المصري القديم كان الاول عايش حياه اسمها التنقل وترحال، حياه بدائيه جدا، لكن نزل الوادي لما الهضاب حصل لها جفاف، اكتشف المياه العذبه واكتشف التربه الخصبه، وعرف يزرع وعرف ياكل ويعرف وينتج ويعرف يعمل ايه الحضاره بتاعته. يبقى نهر النيل هو اساس قيام الحضاره المصريه والقديمه، ولا لا يا رجاله؟ يلا يا حبايب قلبي نشوف الكتاب بتاعنا بيقول ايه. بص يا حبيب قلبي، بيقول الحضارة المصرية القديمة: قامت الحضارة المصرية القديمة بشمال شرق القارة الإفريقية. أنا طبعا عارف إن موقع مصر شمال شرق للقارة الإفريقية. كان لنهر النيل دور رئيسي. يبقى كان لنهر النيل دور رئيسي في نشأة الحضارة المصرية القديمة، صح ولا غلط؟ يلا جاوب. كان لنهر النيل دور رئيسي في إنشاء الحضارة المصرية القديمة. ها، برافو عليك، صح. يبقى كان لنهر النيل دور رئيسي في نشأة تلك الحضارة، صح طبعا يا عم زياد. قال لي استقر المصري القديم على ضفاف نهر النيل وعرف حرفة الزراعة، ما انا هحكي لك الكلام ده كله، واستأنس الحيوانات وأنشأ القرى ثم المدن ثم الأقاليم. هو الأول كان المصري القديم عايش فين؟ في قرى صغيرة. حلو الكلام؟ بدأت القرى دي يجمعها ويعمل مدينة كبيرة، صح ولا لأ؟ بدأت المدن تكتر تكتر تكتر، فعمل إيه؟ أقاليم. أقاليم دي يا رجالة اللي هي دلوقتي باسم إيه؟ المحافظات، اللي هي المحافظة، تمام؟ يبقى استقر المصري القديم على ضفاف نهر النيل وعرف حرفة الزراعة، حلو الكلام؟ واستأنس الحيوانات وأنشأ القرى ثم المدن ثم الأقاليم، وبعد ذلك استطاع توحيد البلاد وتكوين الأسرات إيه؟ الحاكمة، اللي هو كان على يد الملك مين الكلام ده؟ على يد الملك مينا، لما وحد القطرين، وحد مملكة الشمال ومملكة إيه؟ الجنوب في مملكة إيه؟ واحدة، صح ولا لأ؟ طيب، قال لي شهدت الحضاره المصريه القديمه بعد كده بعديد من مراحل النهضه والتقدم، بقى في خلاص ازدهار، بقى كل الفتره اللي هتيجي كلها فتره تقدم وازدهار في شتى المجالات. فاهتم المصريون القدماء بالتعليم والفنون والعماره والاداب والعلوم، وعملوا مشروعات اقتصاديه كتيره جدا. دي الحاجات دي كلها هنشوفها في الوحده الثانيه اللي هو الفيديو الجاي ان شاء الله. هندرس تاريخ مصر الفرعوني في الثلاث دروس، الدوله القديمه والوسطى والحديث، هنعرف بقى المشاريع اللي عملوها. حرص المصريون القدماء على توطيد العلاقات التجاريه. يعني ايه كلمه توطيد؟ يعني العلاقه تبقى كويسه ما بينه وما بين الدول القاره الافريقيه مع الحضارات الثانيه لهم، مثل حضاره كوش في وبلاد بونت. كوش دي اللي هي موجوده في السودان، وبلاد بونت دي اللي هي الصومال حاليا. يبقى احنا كمصريين كان لنا علاقات تجاريه وطيده كويسه يعني مع البلاد دي. اثرت الحضاره المصريه القديمه على بعض الحضارات، احنا اثرنا عليهم ببعض الحضارات الافريقيه، احنا اثرنا على الحضارات دي وبداوا يعملوا حاجات احنا بنعملها في مجالات مختلفه كتير جدا. بيقول له وقد ترك لنا المصريين القدماء تراث حضاري يدل على قيام حضاره ايه؟ عظيمه يا رجاله. يبقى دي كده الحضاره المصريه القديمه. نخش يا حبايب قلبي واخواتي الصغيرين، حبايب قلبي مستر الزوز، على حضاره كوش. ايه حضاره كوش دي موجوده فين يا عم الزوز كوش؟ قال لي موجوده في السودان. يبقى حضاره كوش موجوده فين؟ في السودان. اقام الكوشيون دوله عظيمه جدا اللي هي مملكه كوش، امتدت شمال السودان حول نهر النيل، وكانت في بدايتها متمركزه. الاول خالص حضاره كوش دي كانت موجوده في مدينه نبته. موجوده في مدينه ايه؟ نبته. يبقى حضاره كوش في الاول يا عم الزوز كانت موجوده في مدينه ايه؟ نبته. ثم انتقلت الى مروي. انتقلت الى ايه؟ مروي. عايز تقولها مروي قولها، عايز تقول مروه قول، ما عنديش اي مشكله، اهم حاجه تكتبها لي صح. يبقى حضاره كوش كانت موجوده في نبته ثم راحت لايه؟ لمروي. في مشكله يا رجاله؟ خدوا بالكم في اهرامات على اسم مروي دي اصلا، اوكي؟ عمل اهلها بحرفه التجاره. يبقى الكوشيون كانوا شغالين في التجاره، في التجاره بس لا، كانوا شغالين في حاجات كتير هنعرفها دلوقتي. يبقى الكوشيون كانوا شغالين فين؟ في التجاره. فاشتهروا بتجاره ايه؟ العاج والبخور والحديد والذهب. ايه هو العاج ده؟ عارفين الفيل مش في حتتين كده طالعين منه اللي هم البيض؟ هو ده العاج، بيصنعوه في حاجات كتير جدا. يبقى يا مستر تاني، حضاره كوش اشتهروا بتجاره ايه؟ العاج والبخور والحديد والذهب، وكانت مركز تجاري، وأقامت علاقات تجارية مع مصر في الشمال ومملكة أكسيوم في الشرق. يبقى تاني استنتج حاجة، يبقى حضارة كوش دي عملت علاقات تجارية مع مين؟ مع أكسيوم في الشرق ومصر في الشمال. طب اشتغلوا في حاجة غير التجارة؟ قال لي اشتغلوا في التعدين، برافو، واشتغلوا كمان في الزراعة، وكمان يا عم الزوز الكوشيون كانوا شاطرين جدا في علم النحت والعمارة، ودول كانوا واخدينه مننا، كانوا متعلمين مننا الموضوع ده. يبقى عبارة على الكوشيون في الرسم والنحت ايه؟ في العمارة. في مشكلة يا عم زياد؟ طيب
تعال نشوف مظاهر تأثر الكوشيون بالحضارة المصرية. هل هم اتأثروا بينا؟ ما أنا لسه قايل لك كانوا متعلمين مننا موضوع النحت، صح ولا لا؟ فمعنى كده إن هم اتأثروا. قال لي اتأثروا مننا في نحت التماثيل زي ما قلت لك، عملوا معابد وأهرامات زي أهرامات مروي التي أعلنتها اليونسكو موقع للتراث العالمي عام 2011. يبقى هم اتأثروا حضارة كوش بينا وقلدونا في إيه؟ في النحت على التماثيل. والاهرامات، عملوا اهرامات زينا، اهرامات مروه. طبعا ما فيش في عظمه الاهرامات المصريه اهرامات الجيزه، بس هم بيحاولوا يقلدونا وخلاص. هم قلدونا وفعلا عملوا اهرامات ايه؟ مروه. وعبدوا بعض المعبودات المصريه القديمه زي الاله رع والالهه امون والاله اوزوريس والالهه ايزيس بجانب معبوداتهم. يعني هم كانوا بيعبدوا معبودات لهم خاصه، مش بس كده، ده خدوا المعبودات بتاعتنا وعبدوها كمان. يبقى هل حضاره كوش اتاثرت بالحضاره المصريه القديمه؟ قال لي اتاثرت طبعا في النحت على التماثيل، في بناء الاهرامات زي اهرامات مروه. عبدوا بعض المعبودات بتاعتنا بجانب الى معبوداتهم اصلا اللي هم كانوا بيعبدوها الرئيسيه. في مشكله حبايب قلبي، انا كده خلصت الحضاره المصريه القديمه وخلصت حضاره ايه؟ خلصت حضاره كوش. نخش بقى على حضاره اكسوم. حضاره ايه؟ اكسوم. حضاره اكسوم دي موجوده في دولتين، موجوده في دوله اثيوبيا، موجوده في دوله اريتريا، صح كده؟ يبقى حضاره اكسوم موجوده فين؟ في اثيوبيا، وموجوده في دوله ايه؟ اريتريا. قال لي امتدت مملكه اكسوم شرق افريقيا. تاني، امتدت مملكه اكسوم في شرق ايه؟ افريقيا، في اريتريا واثيوبيا حاليا. لعب النشاط التجاري دور بارز في قيامها. تاني، لعب النشاط التجاري دور بارز ايه؟ في قيامها، وكانت بمثابة مركز تجاري قوي. يبقى تاني، يبقى النشاط التجاري لعب دور بارز في قيام الكلام ده في الحضارة دي. حلو الكلام. وكانت بمثابة مركز تجاري. تاني، وكانت بمثابة مركز ايه؟ تجاري قوي، وملتقى العديد من الطرق التجارية، حيث كان الذهب والعاج والعطور والتوابل من أبرز صادراتها. تاني، يبقى الذهب والعاج والعطور والتوابل كانوا من حضارة أكسوم. كانوا من حضارة إيه؟ أكسوم. حلو الكلام؟ قال لي يا مستر واعلاها قيمه اقتصاديه. يعني الكلام دوت اللي انا قلت لك، الذهب والعاج والعطور والتوابل دي اعلى قيمه اقتصاديه في حضاره اكسوم اصلا. طب اهتموا بحاجه تانية؟ قال لي طبعا يا عم زياد، اكسوم اهتمت بحاجات كتير جدا. اهتموا بالزراعه وتربيه الحيوانات. ده مش بس كده، ده اهتمت حضاره اكسوم بصناعه الفخار والزجاج. اشتهرت اكسوم بصناعه الفخار وزخرفته، وكذلك صناعه الزجاج. كانوا بيجيبوا الفخار كده حاجه زي القله كده، ويقعدوا ينقشوا عليها ويكتبوا عليها، فده اسمه الفخار والزخرفه بتاعته. عارف طاجن يالا الفخار وطاجن العكاوي يالا وطاجن الباميه باللحمه اللي ماما بتعمله يا، او طاجن العكاوي، الحاجات الحلوه ديت، او اللي بيروح حجوجه بياكل في الكلام دوت، الحاجات دي بقى معموله في طاجن. فهو ده الطاجن اللي كانت مشهوره بيه ايه؟ حضاره ايه؟ حضاره ايه؟ برافو، اكسوم. حلو الكلام. يلا يا رجاله نشوف مع بعض ونكمل كده. انا خلصت 3 حضارات، حضاره اكسوم وكوش والمصريه القديمه. نخش على اخر بقى حضاره، وحضاره قرطاج. اقول لكم على معلومه احرقها لكم. قال لي حضاره قرطاج دي مختلفه عن اي حضاره، وهنعرف ليه السبب دلوقتي. يبقى اكسوم وكوش ومصر متفقين في حاجه، اللي هم نهر النيل، صح ولا لا؟ لكن حضاره قرطاج دي مختلفه شويه. هنعرف الكلام ده ليه دلوقتي. اوعى تنسى ان قرطاج موجوده في تونس. حلو الكلام. يبقى حضاره قرطاج فين يا رجاله؟ في تونس. ظهرت على ساحل شمال افريقيا اللي هي تونس دلوقتي. نشأتها بقى، هل كان في حد ليه دور مهم جدا في انه يعمل حضاره قرطاج؟ قال لي مين هم؟ اللي هم الفينيكيين. مين هم الفينيكيين؟ اللي هم سكان سوريا ولبنان. يبقى يرجع الفضل الى الفينيكيين في تأسيس مدينة قرطاج على البحر المتوسط. يبقى مين هو اللي عمل مدينة قرطاج من الأساس يا عم الزوز؟ قال لي الفينيكيين. طب مين هم الفينيكيين؟ اللي هم سوريا ولبنان. حلو الكلام. يبقى يرجع الفضل الى الفينيكيين في تأسيس مدينة قرطاج على البحر ايه؟ المتوسط. بهدف ايه بقى؟ بهدف ايه؟ تأمين رحلاتهم التجارية. بهدف تأمين رحلاتهم ايه؟ التجارية من فينيقيا الى اسبانيا. يبقى تاني، مين اللي ليه الفضل في بناء حضارة قرطاج؟ الفينيقيين. مين هم الفينيقيين دول؟ اللي هم سوريا ولبنان. هم اللي اسسوا مدينة قرطاج على البحر المتوسط عشان يأمنوا الرحلات التجارية بتاعتهم ما بين فينيقيا وما بين ايه؟ اسبانيا. حلو الكلام يا عم الزوز. طب ما النتائج التي ترتبت على
الموقع الاستراتيجي لمدينة قرطاج في منتصف طريق التجارة بين مدن شرق وغرب البحر المتوسط. النتيجة المترتبة على الموقع الاستراتيجي لقرطاج أصلا، قال لي يا مستر بقت مدينة قرطاج دولة قوية أو مدينة قوية مع مرور الزمن، واستقلت عن فينيقيا، ما بقتش لها دعوة بفينيقيا خلاص، بقت مستقلة بذاتها، وكونت مملكة مستقلة قوية. حكمت قرطاج معظم ساحل شمال افريقيا، بقى هي بقت ليها الكلمه الاولى والاخيره قرطاج بعد ما فكست للفينيقيين وبقت هي صاحبه الكلمه الاولى والاخيره. يبقى حكمت قرطاج معظم ساحل شمال افريقيا وبعض جزر البحر المتوسط. بس خد بالك الهنت اللي هقولها لك دلوقتي. لكل حضاره من حضارات افريقيا تراث ثقافي يميزها عن غيرها، يتمثل في الفنون والحرف التراثيه والعادات والتقاليد والملابس والاكلات الشعبيه وغيرها. حلو الكلام يا رجاله، حلو الكلام يا عم الزوز. مركز كده معايا. بص بقى الحته اللي بقول لك عليها ايه، دي اللي انا كنت بكلمك عليها من شويه. بيقول لي اختلفت نشأة حضاره قرطاج عن حضارات مصر واكسوم وكوش. ليه؟ لان مصر واكسوم وكوش ارتبطوا بنهر النيل. حلو الكلام. لكن قرطاج كانت قايمه على التجاره. تاني يبقى اختلفت نشأة حضاره قرطاج عن حضارات مصر واكسوم وكوش لانها لم ترتبط بنهر النيل وانما قامت على التجاره. في مشكله؟ يبقى الحضاره المصريه القديمه حضاره كوش حضاره اكسوم قاموا على نهر النيل، لكن قرطاج دي يا باشا كانت اساسها اصلا فينيقيا هم اللي عملوها وقايمه على التجاره. الفينيقيون هم اول من استقروا على الشريط الساحلي لسوريا وساحل فلسطين ولبنان. يبقى الفينيقيون هم اول ناس استقروا على الشريط يا رجاله الساحلي اصلا. وبكده يا حبايب قلبي اكون خلصت ثالث درس وانتهيت كده من الوحده الاولى في اولى اعدادي يا حبيب قلبي. انتظروا معانا اقوى مراجعه لاولى اعدادي ان شاء الله يا حبيب قلبي على الوحده الاولى وحل تدريبات الدروس. وما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس لو الفيديو عجبكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.